شهد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 28 من حزيران عام 1994، وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 2 من شهر تموز عام 2009 ميلادي، وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست ببريطانيا عام 2017، التي تخرج فيها والده جلالة الملك عبد الله الثاني وجده جلالة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وكان سموه تخرج من جامعة جورج تاون عام 2016 بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينجز أكاديمي بمأدبة عام 2012. ويحمل سموه رتبة ملازم أول في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وشارك إلى جانب رفقاء السلاح خلال السنوات الماضية في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، وفي القفز المظلي والعمليات الخاصة والقوات البحرية والطيران العمودي. مثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية، حيث ترأس جلسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة في نيسان عام 2015 لمناقشة دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات ومكافحة الإرهاب. وتوجت جهود سموه التي بدأها في الأمم المتحدة بعقد المنتدى العالمي الأول للشباب والسلام والأمن بالأردن في شهر آب عام 2015، حيث صدر عن المنتدى إعلان عمان حول الشباب والسلام والأمن. ألقى سمو ولي العهد كلمة الأردن في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني في 21 من أيلول عام 2017. تحدث فيها عن دور الأردن في المساهمة الإيجابية للتحقيق الخير للعالم أجمع، وعن أهمية تطوير نظام التعليم ودعم الرياديين الشباب. نال سموه أوسمة منها وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، وسام النهضة للملك حمد من الدرجة الممتازة القلادة من مملكة البحرين الشقيقة، ووسام أولاف من الدرجة الأولى من مملكة النرويج. ولتنفيذ رؤى وتطلعات سمو ولي العهد أنشئت مؤسسة ولي العهد في كانون الأول عام 2015، التي تهدف إلى تمكين الشباب من خلال محاور عمل أساسية، وهي القيادة والمواطنة وجاهزية العمل. يتواصل سموه بشكل دائم مع عدد من الجهات المعنية في المملكة، كما ترأس سموه أكثر من مرة مجلس السياسات الوطني، ورافق جلالة الملك في العديد من الاجتماعات والجولات التفقدية، وشارك القوات المسلحة في العديد من البرامج العسكرية والإنسانية.